7 مرات حمل واجهاض، ربنا كرمني مع حضرتك بعد دوخه. تعالوا نعرف ايه قصه السيده دي والرساله دي ونتكلم على الاحداث بتاعتها. النهارده هشارك معاكم قصه حاله كانت فقدت الامل تماما. السيده دي كانت جات لي وهي مرهقه جدا من كتر الاجهاضات اللي جات لها. تخيلوا معايا انها عانت من دوخه واجهاضات متكرره جدا 7 مرات حمل، وفي كل مره كانت بتفقد جنينها تقريبا في الشهر الخامس والسادس والسابع. عملنا فحوصات وتحاليل وحطينا خطه علاج مناسبه لها، وتم عمل ربط عنق الرحم مظبوط في الوقت المناسب، ومع المتابعه حملت من جديد. والمره دي الحمل الحمد لله قصته اختلفت. الحمل فضل مستمر بفضل الله واستمر لحد الشهر التاسع. ربنا رزقها برحيم بعد رحله طويله من الصبر والكفاح. دي من القصص اللي بتعلمنا ان الامل موجود دايما، وان العلم والصبر والايمان بيصنعوا المعجزات. افتكروا دايما ان الاجهاض المتكرر ليه حلول، وربنا قادر على كل شيء ومفيش مستحيل في الطب، وربنا يجعلنا دايما سبب لفرحتكم. دكتور محمود اسماعيل، دكتوراه واستشاري امراض النساء والتوليد، دبلوم طب الجنين، دبلوم الحقن المجهري وجراحه المناظير، جامعه برمنجهام بانجلترا.